عليكم اخوتي الجناية والمتابعين الغوالي. اليوم عندنا مرض نيوكاسل اللي هو يعتبر اخطر الامراض المعدية واللي اوسع انتشارا. طبعا انا صورت مقطع بالبداية حرق الافراخ، بس ما صورت وما نوهت انه هو هذا بداية المقطع. هذا راح يكون بداية المقطع. اتمنى تتابع المقطع من البداية للنهاية. معلومات كلش تفيدك، لا تبخل بأي معلومة. العفو. لا تفوت أي معلومة، لأن معلومات كلش مفيدة لك. ولا تتجاهل الفيديو، تابعه من البداية للنهاية، لأن بدايته وللنص مالته وللنهاية كله معلومات. يعني ما بي أي سبب ثاني غير معلومات كلش تفيدك بخصوص هذا المرض. هذا المرض كلش خطر، كلش قوي، كلش العترة مالته قوية. يعني يصيب مختلف المناطق بالجسم، ما يرحم أي منطقة، سواء الجهاز التنفسي سواء الأمعاء. الطير مصاب بالعيون اللي هو هذا صورته، ورم عين مخرجه. يعني الطير يسحب النفس ويرجعه. العلم ما يفتح بحلقه ويسده، بس يعني ضغط مسوي عليه جهد كلش عالي. المرض هذا مبين عينه. مثل ما قلت لك، تابع المقطع من البداية للنهاية حتى على مود تستفاد من كل معلومة، وإن شاء الله المعلومات تكون مفيدة لك، وإن شاء الله تسيطر عليه. وأي واحد من الجناية يسيطر على المرض أتمنى ينزل مقطع ويقول يابا علاج مهند والوصفة اللي قالها مضبوطة. وإن شاء الله سلامة حلاكم وحلالنا، وادعونا إن شاء الله بالرزق. ما أريد غير شيء. تحياتي لكم. السلام عليكم متابعين الغوالي. عذرا على هذا المنظر يعني البشع. اليوم عندي إصابة نيوكاسل. طبعا أنا ما صورت بدايته، يعني ما صورت مقطع فيديو من البداية، بس أخذت لهم صورة يعني للحلال حنزلهن الكمية. بالبداية أخذ من عندي قرابة من 15 إلى 20 إلى 20 فريخ. مختلف الأعمار. أخذ من عندي عمر شهر ونص، هسه بلش بالشهرين. طبعا انا محجمه وراح اقولكم طريقة تحجيمه. طبعا انا قلم بالبداية، يعني 20 مو كلن دفعة، باليوم 2 أو 3، باليوم 2 أو 3. عندي بس يوم واحد اللي هو اليوم الثاني اخذ من عندي تقريبا 7، والبقية قام يتناقص العدد. هسه 2 بس. راح اشعلهم بالنار. الماي ما عليه اعتماد، يعني اعتمادي على الماي ضعيف كلش. يعني شي معدوم انه انا اعتمد على شي اسمه لقاح مائي. انا عندي لقاح زيتي رباعية دا اجيبه من ابو عبد الله ابو اعلاف اسمه دجاج الزينة، والامور طبيعية، ما عندي اي مشاكل بالموضوع. بس اعتمدت على الماي، هو هذا الخطأ البشع اللي انه اعتمد على لقاح مائي. فما انطاني المفعول ولزمت عندي الخانات. لزمت عندي هاي الخانة اللي هو هسه مبين هاي الاصابة بي. شوف شلون ضعيف الطائر. طائر ضعيف. بس انا مسيطر عليه، وحقول لك شلون مسيطر عليه. بس هسه هاي الخانة كانت بيها اكثر عدد. هاي الخانة نظيفة الحمد لله، ما بها اصابة، ما عندي اي اصابة. هاي الخانة نظيفة ما فيها اي اصابة. هاي الخانة مصابة، هذا مبين واضح الاصابة بيه. هذا الاصابة واضحة بنيوكاسل. بلشت اعراض نيوكاسل عليه، اللي هو خمول، مهدر جناحينه. لا احد يقول لي فطريات او اي مرض ثاني، لان انا اشوف الارضية مالتنا سليمة، تراب، نظافة. طيوري دائما فيتامينات. مال التهاب معاه ما معاه. فمنتهي القضية انه هو نيوكاسل بدون حتى لا اروح للتشريح. اعراضه شيته كلها نيوكاسل. يعني ما يحتاج حتى تشريح، يعني ما يحتاج تشريح بيطري. والامعاء ترى ياخذ طيرين المعلومة، يعني ياخذ لك طيرين 3، ما ينتقل من خانة لخانة. شوف هسه هاي الخانة المصابة، الاكل والهذا يقع على الخانة اللي تحتها، فصارت عملية الانتقال مباشر عن طريق الاكل. يعني وقوع الاكل من هاي الخانة لهاي الخانة صارت عملية نقل مباشر. فهي هاي اللي هسه عندي قطعتين، يعني تقريبا شبه محجم هاي الخانة. هاي الخانة توها بلشت بيها، هاي الخانة وقفتها، هاي الخانة توها بلشت بيها. يعني هسه ذني الحمد لله ما بهن اصابة، بس يمكن واحد شوية تعبان، البقية وقفت الاصابة. هسه عندي هاي الخانة لا، توها بلشت بيها الاصابة. فاحاول اعزل ذني الاثنين، واني راح اقول لكم انا شو منطي وشلون اسيطر عليه.
ويعني تقدر ان شاء الله تسيطر عليه باقل خسائر. ما اقول لك ما تخسر، بس تسيطر عليه باقل الخسائر، يعني اقل خساره ممكن. واحد يقول لي مهند وانت جناي شلون هيك عبرت عليك هاي الحاله؟ انا اخذت لي فترات انشغل بيها يومين او 3 ايام عن الحلال. فالحلال يحتاج لمتابعه بدق التفاصيل، خموله، طير ما ياكل، طير ما اقدر اعتمد على شخص في البيت يعني يعطيني نسبة نجاح 100%. بما ان انا متابعتي مرات اغفل يوم واحد تصير عندك الاصابة. يعني مثلا الجدري يوم واحد يتفاعل عندك، على ما سيطر عليه ويشكل وياه مرة ثانية انتهى. هسه شنو هو سيطر عليهن؟ سيطر عليهن ان الجدري شكل بيهن، شكل بداية جدري بيهن، سيطر عليهن ويا نيوكاسل سيطر، اخذ سيطرة تامة، اخذ من عندي تقريبا 20. بس يعني انا بالنسبة يعني كخانات متقاربة وكهذا العدد، وبمرور اليوم تقريبا الخامس، يعني بالنسبة لي انا اعتبر نفسي نجحت نجاح تام بالسيطرة عليه، يعني الحمد لله والشكر. هسه راح نجي على مفاتيح السيطرة على المرض نيوكاسل. نجي على المفتاح الاول. الشغلة الاولى اذا تريد تسيطر عليه، اول ما تريد تسيطر على اسم نيوكاسل، اول شيء اعزل الطائر المصاب. هسه اني ذني كلهن اللي حركته واللي راح اعزله هسه اللي مبين عليه الاصابه. اعزل الطائر المصاب حتى حجم خطر الاصابه عن طريق الخروج. حجمت اول شيء الاصابه عن طريق الخروج مالته، حجمتها انتهى. راح يلتمس بالقاع وينقر على الفاي وينقر شيء، فراح يصير انتقال مباشر 100%. بعيدا عن التلامس، لان التلامس راح اقول لك شلون راح تقضي على عمليه اسمه التلامس عن طريق عن طريق الخانات. اول شغله انتهينا من عندها انه اعزل الطائر المصاب حتى اوقف الحالات قدر الامكان. زين، الشغله الثانيه شو اسوي عمليه تعقيم للخانات. عندك الفيرجون اكس موجود عند ياسين الشمري او عند اي بيطري، و راح اعطيك اشوفك الصوره مال الشيشه مالته حتى تجيب من عنده. اوقف الفيديو ثواني وارجع لك. هاي الشيشه مالته واضحه، فيرجون اس واضحه، تقدر تاخذ لها سكرين وتجيب نفسه. عند ياسين الشمري موجوده عنده، وعند اي بيطري يقول له فيرجون اكس احمر تعقيم للكويسل، حتى نحد من عمليه الانتشار عن طريق الخانه والخانه، عن طريق التلامس. هاي حدينا من عنده، وراح يعتبر تعقيم ذاتي للمكان ولهذا عقمه. نجي على المرحله اللي هي اهم نقطه عندك. هسه ورا ما عقمنا اوكي الامور طبيعيه. ايش راح نسوي؟ اول هذا رافع مناعه اسمه بي اب اي، موجود وواضح بالشيشه. هذا سعره غالي كلش عليك، يعني حاول يتجامع اكثر من شخص من عائله ويجيب له. السعر الشيشه مالته 150,000. السعه مالتها اتصور 500 ملم، انا اتصور 500 ملم يعني نص لتر، ما تعبر عن النص لتر. ثواني، هاي واضحه 500 ملم نص لتر يعني. ويقول لك من ضمن التعليمات مالته يقول لك 60 ملم ويا 1000 لتر اذا تريده علاج، واذا تريده وقاية 30 ملم ويا 1000 لتر. يعني السيس الواحد ينخبط ويا 25 لترة مي. تخيل القوة مالته، السيس الواحد ويا 25 لترة مي. تخيل القوة مالته، يعتبر أقوى رافع مناعة موجود بالسوق. اسمه البيب، موجود وواضح. سعر الشيشة مالته 120 دولار، يعني تقريبا 150 ألف بالعراقي، 150 أو 155 ما أعرف، يعني فوق 150 شيشة مالته. طبعا أنا أشكر أخويا ياسر اللي أبو حقل الطاني من عنده، يعني كمية، يعني تقريبا الطاني ما يتجاوز به يمكن 50 ملم هيك، فكفلني هواي يعني، ففادني واشكره وجزاه الله خير. ووقفات العمر كله ما تنسي، فوقف لي. ويعتبر هو من بعد الله هو اللي وقف عندي، ووقف عند ولدي هواي استخدمه يعني من عندي هذا العلاج، والحمد لله والشكر. وقف عندنا نيوكاسل اللي ياخذ 10 قطع، اللي ياخذ 7 قطع، اللي اخذ 5 قطع، وقف الحمد لله والشكر.
الشغلة الثانية تتخلى ويا رافع مناعة اللي هو فيتامين سي، مغلف فيتامين سي، يتخلى ويا رافع المناعة حتى يخفض درجة الحرارة، لأن نيوكاسل راح يرفع درجة الحرارة. قلت لك الرافع مناعة راح يصدى إله. أحاول أستخدمه 3 أيام، 3 أيام الهن. أنطي 8 ساعات وأنطي مي صافي وراها، لأن هو ما ينطي أكثر من 8 ساعات. 8 ساعات كلش كافية عليه، لأن قوي كلش هذا. 8 ساعات وأنطي مي صافي وراها، ورد النوب 8 ساعات، ورد النوب اليوم الثاني هم نعطيه 8 ساعات وانطي مي صافي لحد اليوم الثالث او اليوم الرابع اذا تحب. وراها نجي للشغله القويه اللي هي V8 المضاد الفيروسي، اللي هو من عياده تودي دكتور زكي وسام، عياده تودي. هذا ينطي 3 ايام ورا هاي العمليه، ورا ما يتماثل للشفاء. ورا 3 ايام تنطي سيسي على لتر مي واضح بالشاشة. لون العلاج اسود. V8 يعتبر اقوى مضاد فيروسي. 3 ايام وراها تشتغل على شنو؟ تشتغل على الشيء الثاني اللي هو ورا 3 ايام، يعني ورا ما تخلص. قلنا 4 ايام رافع مناعة وفيتامين، و3 ايام مضاد فيروسي. ورا ما يتشافن ورا 3 ايام النوم، يعني 10 ايام ابلش القحهم. انت رافع مناعة، رافع مناعة بيب او اي رافع مناعة عادي ما عندك مشكلة، بس يفضل البيب. يعني شارك بيه، يعني هو هذا وقف لك نيوكاسل علي اشارك بيه. اتجامع احنا 4 5 من منطقة واحدة وناخذ لنا شيشة ونخليها. ويعني مفيد، حتى بتقدر تستخدمه بالاسبوع مرة، يفيدك كلش يفيدك يعني. فقلت لك وراها تقدر تلقح طبيعي ما عندك اي مشكلة، حتى على مود احصن اللي هن ما انصابن، حتى انصابوا عبر. هو بعد انتهت عبر الاصابة، انتهى. اقدر بهاي الوقت احصن اخوات البقية وما عندك اي مشاكل ثاني بعد. بس انتبه على شغلة واحدة. انتبه، لازم توفر له هواء، لازم توفر هواء الهم. بهذا الوقت يحتاجن كمية هواء كلش كبيرة، لأن راح يضرب نيوكاسل، راح يضرب الجهاز التنفسي، وراح يضرب الجهاز أول شيء يضرب مرات يضرب بالبداية الأعصاب الوترية، اللي هو يسوي شلل، اللي هو يسوي ورم، اللي هو يسوي عندك طير ينزل جناحاته ويعني ينتهي، يبلش بالاعضاء الوتريه اللي هي مسؤوله عن الحركه. اذا انت جهاز تنفسي سليم وعندك مثل ما يقول رافعات مناعه او شيء مستخدم، فما راح يضرب الجهاز التنفسي بالاحرى. انا ضرب عندي المناطق اللي هي وتريه، الرجل قرم رجل خلاها على تك رجل. وكم واحد ضربه بالجهاز التنفسي يعني، بس نهاه يعني بنفس الوقت نهاه. هسه شوف الاصابه، ما عندي جهاز تنفسي، ما عندي واحد يفك ويسد بحقه، خلاص تنفسي ما عندي الحمد لله والشكر. بس حاول انت اشتغل على الجهاز التنفسي، وفر له هواء، حاول توفر لهن هواء. هسه الافراخ وش ما بين، يعني صار اليوم الخامس الحمد لله والشكر. نسبة الإصابة كلش معدومة بهن الحمد لله. كبار عندي ما عندي بهن إصابة. يعني نقول الحمد لله والشكر، يعني إصابة شبه مسيطرين عليها. هاي القصة الأكبر الحمد لله والشكر، إصابة ماكو بيها، يعني سيطرنا عليها بشكل كلش كبير. وأي شغلة عندك حاول تراسلني أنا.